من جديد اقسم بالله، واللي بيعرف قول وفعل. بنعلنها انها في رعام بدون اي اتفاقات دوليه وبدون اي شيء لحتى نحرر اهلنا من جديد وبس. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يعطيك العافيه. هلا بالحبيب. حبيبي يا استاذ جميل. والله يعني حسب ما عم بقرا بتعليقات الاخوه المواطنين، كبيركم وصغيركم جايين نقضي عليكم يا قسد، حسب ما عم بقرا كلام ذهب. عم يقولوا المواطنين كلام ذهب وكلام حق، وهذا اللي لازم يصير. وانا بهنيك يا سيد اردوغان، يعطيك العافيه، قدرت تخدر شعبنا وتأدلجه وتحرضه وتطيفه وتضلله لدرجه صار نعم على قلبه ما عاد عرف عدوه من صديقه. يعني التهديدات اللي عم يطلقها السيد جميل حسن باتجاه شرق الفرات بانه نفس صبره الزلمه، وما عاد في مجال نتحمل. عم تقتلوا الاطفال، عم تقتلوا النساء، عم تجرفوا القرى 400 قريه، عم تسرقوا البترول. ما عاد فينا نتحمل هاي الانتهاكات، ونحن الدوله ولك، وجايينكم يا شرق الفرات وبدنا نقضي عليكم. يعني انتم عندكم 250 الف مقاتل، ونحن 70 80 100 الف مع الدعم التركي، ما بعرف كيف بيطلع عددنا. نطاحن مع بعض، بيمثلوا 10000، بيمثلوا 20000، بيمثلوا 50000، بيمثلوا 70000، بيمثلوا 100,000. قصف للمدنيين، مسيرات تشتغل من الطرفين، بروسك من أرنة وشاهين من أرنة، وبينطحنوا الجنود. مو مشكلة، المهم السيد جميل حسن ينبسط، واخواننا اللي قاعدين باوروبا على التيك توك عم يحرضوا ينبسطوا ويحققوا مزيد من الدم بسوريا. ما خلصنا من معركة الأسد والمعارضة، لا بدنا نبلش بمعركة ثانية اسمها معركة شرق الفرات، مع تنظيم لسه ما زال مدرج على قائمة الإرهاب، عم يعتبروه حكومة شرعية. وكلامه صح 100%. انتم اللي عم تكتبوا كلامه صح 100%. الحلقة مسجلة ومصورة ورح تنزل على اليوتيوب مع التعليقات، وكل نيك نيم معروف، كل صاحب حساب معروف. مو مشان شيء، مشان بعد يشتغل الولويل ويشتغل التدخل الدولي، وتبلش إسرائيل تتدخل، وتبلش أمريكا تتدخل، وتبلش روسيا تتدخل، ويحكوا بتقسيم سوريا. لكم أنا ما قلت لكم بدكم تقسموا سوريا إذا رفعتوا البنادق مش بعضكم البعض؟ بلكم ما قلت لكم دم السوري على السوري حرام والكردي على العربي حرام، حاجة تكذبوا وتشوهوا لتنفذوا الأجندة التركية؟ قلت لكم ولا ما قلت لكم؟ بتقولي قلت لنا. شو بدكم تلاقوا مبررات بكره لما بدكم تنهزموا بشرق الفرات ويحصل تدخل دولي ويصير في نفير عام، يجوا كرد اوروبا ينزلوا وكرد شرق الفرات يتعاونوا مع كرد اقليم كردستان، وتقوم القيامه من تركيا الى ايران للشرق المتوسط؟ شو بتكون حققت انت كسوري؟ ايه عادي، انت عادي بالنسبه لك اللي عم تكتب لي ايه عادي. انت قاعد على جوب سنتر باوروبا وعم تعمل تحريض، طبعا عادي. بس لا تحكي عن حالك انك سوري وابن سلام ورسول سلام بالوقت اللي انا عم لكم دم السوري على السوري حرام. التفاوض هو سيد الاحكام والصلح سيد الاحكام، وانتم عم تدفعوا نحو القتل والانتقام بس من شان يعرف حاله مين المحرض ومين ابن الحرام ومين القاتل ومين اللي عم يدعي للسلام، فقط لا غير. الضيف اللي تحت تفضل سيد علي. تحياتي استاذ. اكيد. اهلين سيد علي. ليس لدينا اي. تفضل. اول شيء انا ضد الاقتتال بشكل عام، ان كان بين عربي او كردي او مسيحي او ايا كان طائفه. نعم. اليوم نحن سوريين ولازم نكون كلنا سوا اكيد. ثانيا بعقب على كلام الاخوه السابقين انه كانت قسد خاصره للنظام، بدليل انه كانت موجود مربعات امنيه بنص الحسكي للنظام. صحيح الحكي ولا مو صحيح؟ نعم اخي، انه كانت مربعات الامنيه للنظام بالحسكي. صحيح. طيب من تاسيس قسد من 2015 في مربعات امنيه لقسد بالشيخ مقصود، مثل هلا مو موجود حاليا. يعني هون عندهم مربعات امنيه مع مقابل عاطين مربعات امنيه، لان هون في ناس لساتهم مع النظام وهون في ناس مع الكرد. فهمت شلون؟ صحيح كانوا بتل رفعت خط واحد، يعني كانوا خط اشتباك واحد مع النظام، بس ما كان اي عمليات اشتباك مع النظام من تاسيس قسد لليوم. ما حصلت اي مواجهه بين النظام وقسد. نعم. صاير هالشيء ولا ما صار؟ والله ما بعرف، ما عندي. انت بتعرف، انت عندك اخبار. انا سمعت بمعارك وطردوا المربع الامني ولغوا انتخابات بشار، وطاب جماعه حي حاره الطي جماعه النظام واغلقوا المربعات وحاصرون. كثير سمعت في صدامات صارت من هون من هون. لا شكرا دليل. لحد سقوط يعني النظام. بفهم منك الان انه قسد هن ذيول النظام. انا ما رح اقول لك ذيول للنظام، بس رح اقول لك انه كانوا خاصره للنظام. يعني كانوا مع النظام. لك يا اخي ما عم بقول لك مع النظام، بس يعني كلمه مشان فيش قلبي فيها. كان حيادي بس ما كان مواجه، ما كان. طيب اذا كان حيادي ليش عم تقاتلوا اليوم؟ طيب ليش ما كان حيادي؟ لا متفق مع أجندة تركيا. تمام. لا متفق مع أجندة تركيا والأخوان المسلمين، ولا متفق مع النظام. حيادي. هذا الحيادي شو لازم نعمل معه اليوم؟
اوكي طيب نحن كنا على اساس نحن ثوره وثوره سوريه هذا الحيادي بمقتلته بهجومه على جماعه بقيه وتمدد القضاء عليهم، ما فادك كثوري؟ طيب ليش ما محمد استجابوا ضارب؟ للمفاوضات؟ يا اخي صار لهم شهرين مظلوم عبدي اجى على الشام واجى على اسبوعين، ما صار شهرين، اسبوعين. المهم اسبوعين شهرين حصلت تفاوضات، ليش ما استجابوا للتفاوضات؟ هم بدهم يجروا الشعوب. شو صار بيناتهم بالمفاوضات؟ ممكن تنورني؟ انت اللي بدك تنورني. انت لا اللي انا قلت إعلامي. لك اللي عندي مني. لا انت لا بدك تحكي، بدك يكون عندك معلومات، يا ما لا تحكي. شو صار بيناتهم بالمفاوضات؟ انا نقطتي مو على المفاوضات. شو صار معهم بالمفاوضات؟ ما تنزلوا على يا أخي المفاوضات. ما عندي علم انا شو صار معهم. طب اذا ما عندك علم ليش عم تعلق؟ انا مواطن مثل اي حدا. طالما ما عندك علم ليش عم تعلق وتوقف مع فريق ضد فريق؟ ما عندك علم شو صار؟ ماني واقف انا مع فريق ضد فريق، بالعكس انا الكردي اخويا والكردي بالعكس. طالما ما عندك علم ليش عم تعلق؟ ليش عم تعلق على شيء ما عندك علم فيه؟ يعني هلا انت قلت انه قسد كانت محايده، نعم حارب داعش كذا الى اخره، وقعدوا تفاوضوا مع دمشق. يا استاذ سمير شو صار بدمشق؟ عم يحرضوا العرب للاقتتال مع الكرد، هذا الحكي مو صحيح. بلا انا لا اردوغان ولا ابو اردوغان. بلا الجيش الوطني قصه ابو جمله ابو عمشه جميل بهيئه وزير الدفاع، كلكم بنفس الروايه. لا اليوم الحكومه بدمشق ما كان لها اي ترابط مع جماعه ابو عمشه واي وجماعه هاي الشله كلها. طيب ليش ما عم يحرروا عفرين حكومه دمشق؟ لك حق ليش ما بدي يحرروا عفرين؟ اكيد حق الشعب كله. طب امتى؟ هي صار شهر، امتى بدي يحرروها؟ والله الشعب مال، والله الشعب. طب امتى السؤال عم بسالك امتى بدي يرجعوا عفرين لاهالي عفرين؟ 600,000 بني ادم يا زلمه تهجروا. كيف عم تطلب سلام واليوم شايل سلاح؟ انا وياك بدنا مين سالم؟ عم لك على عفرين مو عفرين، عم تقول عفرين ابن عمي، عم لك على عفرين ليش ما بيرجعوا اهالي عفرين على عفرين؟ ليش عفرين ما فيها اكراد؟ مين قال لك عفرين ما فيها اكراد؟ لك فيها 600,000 مهجر يا زلمه. لك يا اخي كل سوريا تهجرت. لك 600,000 مهجرين قسرا موجودين بالجنوب قاعدين بس يفتحون البوابات يرجعوا. لك يرجعوا مين ماسكهم؟ مين مانعهم؟ ابو عمشه مانعهم التغيير الديموغرافي اللي عم يسوي الجيش التركمانستاني. طيب تمام، انتم اليوم المفاوضات مع دمشق ليش فشلت؟ شو فشلت؟ انت ما عم تقول فشلت المفاوضات؟ لا ما قلت فشلت مفاوضات، انا قلت لك فشلت. طلع احمد شرعل كانت ايجابيه، انتم اللي عم تفشلوها على السوشيال ميديا. مين نحن؟ كل الجمهور اللي عم تسمعه. سمعتك هلا شو صار اذا عم سمعك؟ هدول ما حد رادد عليهم. نحن اليوم بنشوف الارض، واقع الارض شو في على الارض. المهم طالبني حكومه دمشق ترجع اهالي عفرين، طالبون يرجعوا يعني عفرين عيب. حقهم على عيني وراسي، حقهم كل مين يرجع على بيته. بس يعني انا موضوعي انه قسد ما كان اي اشتباك بينها وبين النظام. طب ممتاز الحمد لله ما صار دم. تمام لحظه خليني اكفي وحده. تفضل انت. ادلب كانت تنقصف ولا ما كانت تنقصف من النظام؟ نعم اخي، ادلب كانت تنضرب بالطيران وبالاسلحه، كل انواع الاسلحه انضربت. نعم ادلب. نعم. ليش؟ لانه عم يواجهوا بعضكم البعض مع النظام، مو هيك؟ ايه، والشرق الفرات اذا واجهوا النظام كمان حينضربوا بالبراميل ويصير في مقتله. فاخذوا خط من حياد الجماعه. نعم. معناته انا بفهم من حكيك انه انت مع النظام. انا شو دخلني بالنظام؟ انا عم بوصل لك المشهد. اخذوا موقف الحياد. اذا كنت حياد مو معناتها بتكون مع النظام، لا بتقاتله ولا بتتفاهم معه. ما في شيء اسمه حياد. ليش؟ ما في شيء اسمه حياد. ليش؟ نحن اليوم كلنا سوريين، ان كنت سوري ولا كردي عربي كل شيء. قلت لك اياهم مسيحي، نحن سوريين عملنا ثوره. يعني مو هلا انت قلت كانوا محايدين لا قاتلوا؟ ما عملنا هلا قسد هجمت عليكم بإدلب شيء؟ قسد هجمت عليكم بإدلب؟ قسد هجمت عليكم بإدلب؟ لأنه ما واجهنا قسد لتهجم علينا. في شيء معركة حصلت بينكم وبين قسد على مدى التاريخ لليوم؟ لا أبدا. طب طالما لا أبدا ليش عم تعادون اليوم تهجموا عليهم؟ ما لأنه اليوم الكل عم يدعي لحكومة وطنية، حكومة سورية. وأنا عم بدعي لحكومة وطنية، وأنا عم بدعي. وقسد قالت نحن جاهزين نسلم السلاح ونكون ضمن حكومة وطنية ونشارك بوزارة الدفاع ونبني البلد مع بعض. أخي الكريم، ثق تماما إنه أمريكا باعت الأكراد. ما راح أقول لك الأكراد، باعت قسد. لأنه اليوم مصلحة الدولة فوق الكل. نحن شو دخلنا بأمريكا؟ لأنك حكيك على أبناء الوطن شلون بدهم يتوحدوا مع بعضهم، شو خص أمريكا بالنص؟ تمام. اليوم ما بتنسحب أمريكا إذا ما فشلت المفاوضات، وأمريكا في نقاط انسحبت منها. والله؟ إيه والله يا زلمة الله يبشرك بالخير. والله أنا مالي خبر. أمريكا انسحبت من شرق الفرات؟ مو من شرق الفرات. لك مني. طيب إيه
طيب ايه كمان بحكي لك شغله ثانيه، انه اليوم امريكا مو حليف قسد. لا مو امريكا، 72 دوله حول العالم حلفائهم. يا عيني عليك. طيب ليش بتقول انه تركيا جاي تحتل؟ ليش ما بتعتبرهم حليف هدول حليف عم يحاربوا داعش، ما قالوا نحن محتلين، جماعه قاعدين ضيوف عم يساعدونا ننقص من الباقي وتمدد. نحن اول مين حارب داعش عندنا. مين انتم مين؟ ادلب. بإدلب. على الأقل شكروا إخوانكم الكردي خلصوكم من داعش. يا أخي على عيني وراسي ومشكورين وكتر خيرهم، واليوم أنت أخويا وأنا أخوك. طالما مشكورين وكتر خيرهم وسلاحهم فادك للجماعة، يعني خلصك من التنظيم الإرهابي. طيب إيه سلاحهم فادني وأنا كمان حاربت داعش. طيب وهلا عملكم تعالوا نقعد نبني هالدولة مع بعض. إيه طيب سوريا ما كانت داعش، سوريا كانت داعش ونظام وايرانيين. ايه لك خبر انه بشرق الفرات ما رشحوا بشار الاسد؟ تذكر الانتخابات الماضيه اللي صارت من 10 سنين لبشار، ما عملوا انتخابات لبشار الاسد بشرق الفرات ولا انتخابات برلمانيه ولا معترفين بحكومته، مثل ما انتم كنتوا بيدلم عاملين حكومه ذاتيه واداره محليه، هن كانوا عاملين. لا ما كنا عاملين لا حكومه ذاتيه ولا اداره. ليش انت كنت مع الاسد؟ ليش انت كنت مع الاسد؟ لا والله. قوانينك شو بيدلم المطبقه؟ مين منين عم تاخذ اوامرك؟ ما باخذ اوامر من حدا. كيف شو هي مين عندكم وبواباتكم